هاعمل النهارده البوكسات الشفافة اللي بنحط فيها بلالين اللي بتزين السبوع. أول حاجة هاحتاج فوم مضغوط، وأحيانا في ناس بتقول عليه فوم كوري، ده بيتجاب من المكتبة، أي مكتبة كبيرة. هو سعره مش رخيص بس بيدي نفس النتيجة بتاعة الخشب. المفروض البوكسات دي أساسها إنها تكون معمولة بالخشب. قصيت بقى الفوم المضغوط ده كده بمقاس 4 سنتي في 34. مهم بقى واحنا بنقطع الفوم الكوري ده هيتقطع طبعا بقطر، لازم القطر يكون حامي جدا علشان لو مش حامي هيقعد يعمل كده حاجات في الفوم وانتوا بتقطعوا هتلاحظوها، هو التصوير مش مبينها بس هو عامة لو بارد هيخلي الفوم ده يبوظ. هحتاج 64 واحدة علشان أعمل الأربع بوكسات. هاخد بقى أول أربعة وهجمعهم مع بعض، هجمعهم كده اللي هو مش هيبقوا جنب بعض ولا لازقين في بعض. أنا وسعت المسافات علشان شكلهم يكون باين أنا جمعتهم ازاي. ده الشكل اللي لو أنا جمعت بيه أي حاجة المنظر العام في الآخر مربع. هلزق بقى بالشمع طبعا. بالمناسبة أنا استخدمت حوالي 3 أفرخ من الفوم المضغوط ده علشان أعمل الأربع بوكسات دول بالقاعدة بتاعتهم بكل حاجة. كل الموضوع خد مني 3 أفرخ، بس المهم إن محدش يغلط غلطتي. أنا في البداية قطعت القطع اللي هي الطويلة دي كلها الأول، بعد كده بدأت أعمل القاعدة بتاعت البوكس. فأنا لما جيت أعمل القاعدة بتاعت البوكس اتبقى من الفرخ يعني حاجات زي بواقي. البواقي دي كانت تطلع لي حاجات كتير قوي زي اللي انا عملتها بنفس المقاس اللي انا عملته ده، اللي هم 4 في 34. ولو كنت ما عملتهمش في البداية ما كنتش هخسر البواقي اللي طلعت معايا دي. فمهم الاول ان احنا نعمل الحاجات اللي مقاسها كبير زي القاعدة مقاسها كبير، مقاسها 38 ونص في 38 ونص. وبعد ما نعملها اللي هيتبقى معايا من الفرخ ابتدي اقسمه بقى ل 4 سنتي في 34 واطلع منه بقى العمدان اللي انا عملتها دي. لو عملتوا كده فعلا مش هتحتاجوا اكتر من التلات تفرخ، هما هيكفوكوا. الفرخ ده بيتجاب من مكتبة سمير وعلي. الفرخ ده سعره تقريبا 70 جنيه، بس النتيجة في الاخر تستاهل بجد. الخطوة اللي بعد كده هحتاج فيها مشمع او كيس يكون شفاف والى حد ما كده مفرود. انا كان عندي كمية من الاكياس اللي هي بتاعت التغليف دي تبقى موجودة، دي الناس المحلات بتستخدمها، هي عامة مش غالية لو حد عاوز يشتريها. الكيلو تقريبا ب35 جنيه، انتوا ربع كيلو هيغرقكوا. الأكياس دي بتتفصل كده من بعض. أنا بفصل الجزئين دول لأن أنا محتاجة جنب واحد منهم هو ده اللي هحطه وهستعمله، والجنب التاني كمان هستعمله بس في قطعة تانية. يعني بيتفصلوا من بعض بسهولة ومن غير مقص، مش بحتاج مقص بس غير ان انا في الاخر خالص عشان افصل الجزئين بقى نهائي كده عن بعض. هقص بس الزيادة دي علشان خاطر ما تغلبنيش او تضايقني وانا بعمل. انا قلبته علشان الشمع الزيادة تقريبا هو اللي كان من ورا يعني. وبعدين انا لزقت بدبل فيس، طبعا محدش يلزق بشمع علشان البلاستيك ما يسيحش. حطيت دبل فيس كده في الاربع جهات، وبعدين فكيت الجهة دي وحطيت عليها اول الكيس البلاستيك اللي معايا وثبته كويس علشان لما اجي اشد ما يفكش. وبعدين رفعته كده وبعدين شلت الدبل فيس من الناحية دي وابتديت اشد من النص كده قوي قوي. اكتر حاجة او اول حاجة بدأت بيها النص، وبعد كده شديت الجنب اليمين. كل ما كان مشدود كل ما كانت النتيجة في الآخر شكلها أحلى. بعد كده لزقت الجنب الشمال وبرضه شديته قوي. ودلوقتي قلبته عشان خاطر ألزق كمان الجنب ده. لو رفعت كده الجزء ده هشيل الدبل فيس بسهولة وهشد بقى على قد ما اقدر. مش لازم يكون جامد قوي لان انا اصلا مش سايبة مساحة في اي حاجة، هي مشدودة كويس قوي. فمجرد بس ما هثبتها من الجنب ده وكمان من الجنب التاني هعمل نفس الموضوع.
كابشن بوكس، فكل بوكس منهم هحط عليه حرف. فرغت بقى الحروف دي وبعدين جبت ورق. الورق ده فيه جنب مطفي كده والجنب التاني بيلمع، انا مش عارفه اوريهولكوا علشان ما يعكسنيش. هتقلبوا الحروف الاول قبل ما تحددوها عشان ما تطلعش معاكم معكوسه. الفرخ ده بقى هتلاقوه في المكتبات الكبيره، هتلاقوه عند سمير وعلي، وهتلاقوه في شارع الورق في العتبه. سعره بيتراوح كده من 15 ل 20 جنيه على حسب المكان اللي هتجيبوه منه. بعد ما خلصت تحديد كده للحروف قصيتها. انا عملت من كل حرف 3، لان البوكس انا كنت عاوزه ان الجناب كلها بتاعت البوكس يكون عليها الحرف، على اساس ان اللي قاعد في اي ناحية يكون شايف الحرف اللي مكتوب. وطبعا ما عملتش 4 بعدد الجناب بتاعت البوكس، على اساس ان في جنب كده هيكون للحيطة. انتوا ممكن تعملوه حرف واحد عادي جدا. انا بقول بس وجهة نظري، انا قررت كل حرف 3 مرات ليه. ودي كده حتت انا مقطعاها، عرضها 4 سنتي وطولها 38 ونص. دي انا كنت حابة ابروز بيها البوكس. دي تختلف عن الخامة التانية علشان دي ستيكر، اقصد يعني الخامة اللي انا كتبت بيها الحروف مش ستيكر. الخامة دي هي الستيكر، ممكن اصلا ما تستخدموهاش، ممكن تستخدموا نفس اللي كتبتوا بيها الحروف. انا شايفة انها هتكون افضل، بس انا ما كانش عندي منها تاني وكان عندي من ده. وبعدين بقى بدأت احطها كده على كل الجهات بتاعة البوكس. تحفة، انا راضية عنه جدا. طولهم وهم محطوطين على بعض كده حوالي 1.5 متر. كل بوكس واخد حوالي 10 بلالين جواه، 10 بلالين صغيرين طبعا. لو عجباكم الفكرة دي وعاوزين انفذها بخامات تانية، في طرق تانية كتير ليها ممكن انفذها لكم لو عايزين. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملولي لايك، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات. ولو عندكم افكار عاوزين نعملها اكتبوها لي في الكومنتات.